كانت قاعة الدكتور جحفر يوسف بجامعة جيلان اليابس بسيدي بالعباس انطلاق أشغال المؤتمر الوطني للمواد المتقدمة والهندسة المستدامة تحت إشراف البروفيسور مسهلة عبد المؤمن أنيس. الملتقى كان علمي يجسد توجه الدولة نحو ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي ودعم اقتصاد المعرفة. التظاهرة العلمية اليوم تعكس جهود الجامعة في ترقية البحث العلمي وانعكاسها وانفتاحها على الطابع الاقتصادي كذلك، والتعاون الدولي مع عدة جامعات دولية. والتصنيف الأخير اللي وقع للجامعة هذه كثمرة لعدة بحوث وإنجازات علمية قام بها الطلبة الدكتوراه في عدة ميادين، وهذا الجهد المداومة على التجهيز والاستمرارية في هذه الأعمال هي التي أدت بالجامعة إلى الظهور دوليا وإفريقيا، والحمد لله، ونتمنى التوفيق في المستقبل كذلك الآخرين والجامعة كذلك. في هذا اليوم سوف نقوم بإبرام عدة اتفاقيات مع شركاء اقتصاديين في كل من مجمع صيدال، مجمع حسناوي، وكذلك الشركة الوطنية للحصى. ستقوم هذه الشركات بدعم مشاريع طلبة لحصالة على الماستر، كل هو مؤسسات مصغرة، وكذلك مشاريع بحث دكتوراه. هذا اليوم ايضا يوم خاص، لانه في هذا اليوم تحصلت جامعه سيدي بالعباس على المرتبه الاولى وطنيا في ترتيب الUSNews، ومن هذا الباب نشكر السيد رئيس الجامعه على المجهودات الذي وفرها والذي قام بها من اجل الرقي بهذه الجامعه. كما جمع المؤتمر باحثين مصنفين عالميا وطلبة الدكتوراه من مختلف الجامعات، وذلك بحضور ممثلي مجمع صيدال وحسناوي والمؤسسة الوطنية للحصى ONG. وتوجهت الفعاليات بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الجامعة وهذه المؤسسات، والتي تهدف إلى توظيف البحث العلمي في حل الإشكاليات الصناعية وتكوين طلبة ميدانيا بما يخدم التنمية. بمناسبة افتتاح الرسمي للملتقى الوطني للهياكل والمواد المتقدمة، نشكر من هذا المنبر نشكر كل المشاركين، اساتذه باحثين، طلبه، شركاء اقتصاديين، الصحافه، على مشاركتهم معنا هذا اللقاء، هذا الملتقى الوطني اللي هو فرصه من اجل تبادل الافكار والاراء والمستجدات التي تكون خاصه على مستوى المخابر البحثيه، وكذلك على مستوى الجامعة بصفة عامة. أود أن أتوجه بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية. نحن نؤمن بأن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتطوير الكفاءات الوطنية وتحسين فرص إدماج الشباب في سوق العمل، ونحن نؤمن بهذا. واختتمت المراسيم بتكريم متبادل بين إدارة الجامعة بقيادة المدير الجامعة وأيضا الشركاء الاقتصاديين. كما أكد مدير الجامعة أيضا أن دعم الملتقيات التطبيقية سيتواصل باعتبارها الركيزة الأساسية لترسيخ مكانة الجامعة إقليميا ودوليا.